حبايب قلب المو، مساء الفل عليكم. اعذروني لو طولت الغيب عليكم شويه، وبقالي فتره كبيره ما بنزلش فيديوهات على اليوتيوب، بس الحقيقه ان انا كنت بجمع لكم شويه اخبار منيله بنيله عن نادي الزمالك عشان اطصها في وشكم مره واحده. الحقيقه يا قلب اخوك ان اخبار نادينا الجميل، نادينا اللي هيجيب اجلنا، لا تسر عدو ولا حبيب. طبعا زي ما كل حضراتكم عارفين، الزمالك اخر 3 مباريات في الدوري فقط فيهم 7 بونت، عن طريق التعادل مع الجونه بنتيجه 1-1، والخساره من النادي الاهلي بنتيجه 2-1، والتعادل اخيرا مع نادي غزل المحله بنتيجه 1-1. وطبعا فنيا كلنا عارفين المشكله فين، ولكن احنا لو هنتكلم فنيا ممكن نتكلم سنه و6 شهور. لكن يا قلب اخوك احنا مشاكلنا دلوقتي تخطت مرحله المشاكل الفنيه، وحته ان انت تلوم على المدرب واللعيبه، فاحب اقول لك ان المدرب واللعيبه كتر خيرهم اصلا ان هم مستحمليننا. نادي الزمالك يا قلب اخوك انت وهو كلنا عارفين انه بقاله 25 سنه بيعاني من عدم الاستقرار والازمات الماليه، ولكن الازمه الماليه اللي بيمر بيها نادي الزمالك حاليا هي يمكن اقوى ازمه ماليه مرت على نادي الزمالك طوال تاريخه. نادي الزمالك اللي قعد غير مستقر لمده 25 سنه استقر اخيرا لمده شهر، ورجع تنيل بنيله اكتر ما هو كان متنيل. لعيبه ما بتاخدش مستحقاتها، لعيبه اجانب بتهدد بفسخ عقدها، المدرب نفسه شغال مطيباتي هو والمدير الرياضي عشان خاطر اللعيبه تستحمل النادي. المشكله يا قلب اخوك ان اجمالي المستحقات اللي مطلوبه من نادي الزمالك بالنسبه لرواتب اللعيبه ومستحقات اللعيبه والجهاز الفني كلها على بعضها لا تتخطى ال 40 مليون جنيه. 40 مليون جنيه دول اللي هم هقول لك تمن صفقه مش للاهلي ولا البيراميدز، لا ده تمن صفقه لفريق وسط جدول. يعني اللعيب الكسر النهارده في مصر بيتباع ب 40 مليون جنيه، فلك ان تتخيل ان نادي الزمالك مزنوق في 8 لعيب كسر. ده بخلاف موقع القاهرة 24 اللي طلع علينا النهارده وفجر مفاجأة وبيقول لك إن نادي الزمالك خزينته فيها 15,000 جنيه. طبعا ده كلام ما يخشش عقل عيل صغير قبل ما يخش كلام راجل كبير وعاقل، لأن معلش يعني 15,000 جنيه دول يومية سوبر ماركت على قد حاله. يعني أنت لو جبت سوبر ماركت صغير كده هتلاقيه بيبيع ب 15,000 جنيه في اليوم، إنما أنت بتتكلم في نادي بحجم نادي الزمالك خزنته ما فيهاش 40 مليون جنيه يسدد مستحقات لعيبته. بخلاف بقى موقع وين وين اللي طلع علينا النهارده بثلاث 4 اخبار هقولهم لك دلوقتي. اول خبر فيهم يا سيدي بيقول لك ان قبل مباراه القمه كان في لاعب من لعيبه نادي الزمالك بدون ذكر اسمه كان مهدد بالسجن بسبب اقساط سيارته اللي مش عارف يدفعها. ده بخلاف ان في عدد كبير قوي من لعيبه نادي الزمالك مديونه لاصحابها بيلعبوا في انديه تانية عشان خاطر يمشوا امورهم عشان النادي ما بيديهمش فلوس. اخر خبر بقى يا سيدي وهو بيقول لك ان المدرب يانيك فيريرا شغال مطيباتي مع اللعيبه وبيحاول يهديهم نفسيا، ووصلت انه بيقول لهم ان لو حد مزنوق هو ممكن يديه من جيبه ويمشي نفسه. يانيك فيريرا اللي احنا شبشبناه وقلنا عليه وزدنا، وهو فعلا انا عند كلامي هو فنيا ضعيف جدا، بس الكلام ده يا حبيبي تقوله له لما تبقى انت مخلص مستحقاته ومستحقات جهازه الفني ومستحقات لعيبته بالكامل. انما بما انك ما صرفتش ولا شهر للعيبه ولا الجهاز الفني ولا المدرب من بدايه الموسم، فلا مؤاخذه تحط جزمه في بقك وتسكت. وكتر خير الدنيا اساسا ان اللعيبه دي مستحملانا هي والجهاز الفني وجهازه المعاون. هات لي اجعص زملكاوي واكتر زملكاوي الزمالك بيجري في دمه شغله في نادي الزمالك وقعده 3 4 شهور من غير ما يقبض، هتلاقيه اول واحد يروح يشتكي نادي الزمالك في مكتب العمل. انا واحد من الناس اهو زملكاوي وزملكاوي بالقوي والزمالك بيجري في دمي، لو انا شغال جوه نادي الزمالك وقعدت 3 4 شهور ما باخدش الرواتب بتاعتي، ده انا اقلع لهم ملط جوه النادي. ده بخلاف ان عندك نادي زي نادي اتحاد طنجة بيهدد بشكوى نادي الزمالك للفيفا لان الزمالك ما دفعش باقي ثمن صفقة عبد الحميد معالي. ده غير النادي اللي جاي منه شيكوبانزا اللي بيهدد برضه بنفس الموضوع انه هيشتكي الزمالك للفيفا لان الزمالك ما سدش باقي صفقة شيكوبانزا. ده بخلاف شيكوبانزا نفسه اللي بيهدد بفسخ عقده لو ما خدش بقية مستحقاته. بخلاف النهارده كمان في عندك لاعب زي محمود بنتايج، لاعب رجولة ولاعب استحملنا كتير ولاعب ما شفناش منه غير كل خير، ولكن من الاخر كده الكيلو طفح. الراجل النهارده على لسان مدير اعماله قال لك نادي الزمالك بيتهرب من سداد مستحقات اللعيبه ومن سداد مستحقات محمود بنتايج، واحنا ما قدامناش غير ان احنا نشتكيه ونحاول نفسخ العقد معاه. والراجل قال لك كمان ان من يوم ما محمود بنتايج جه نادي الزمالك ومستحقاته بتتاخر، ولكن الراجل ملتزم بعقده وما اتكلمش من يوم ما جه، وبالفعل هو عنده حق في الحته دي ودي حاجه كلنا شفناها. انما زي ما قلت لك الراجل طفح الكيل بيه وخلاص قرر يشتكي نادي الزمالك وبيهدد وبعت انذار رسمي لنادي الزمالك بفسخ عقده لو ما خدش مستحقاته. بخلاف ان في خبر كمان غير مؤكد ان اخوان بزيرة كمان بيهدد بفسخ عقده مع نادي الزمالك لو نادي الزمالك ما سدش مستحقاته.
وبيني وبينك الراجل عنده حق، الراجل جاي من البرازيل يحترف ياخد فلوس بالدولار، يلاقي نفسه ما بياخدش فلوس ومراته على وش ولاده ومحتاج كل جنيه. معلش يعني الراجل مش هيقعد يلعب وجرينتا وحكايات وروايات من غير فلوس. طب ليه يا قلب اخوك المعبد كله اتهد على دماغنا مره واحده كده؟ يقال يا سيدي، وده اللي بيقوله مجلس الاداره، ان سبب كل اللي احنا فيه ده سحب ارض اكتوبر، وان من الاخر كده اداره نادي الزمالك جابت الصفقات دي كلها وعملت المشروع ده كله على حس الاستثمارات والفلوس اللي داخله لها من ارض اكتوبر. وطبعا لما ارض اكتوبر اتسحبت مننا، التدفقات الماليه اللي كانت بتخش لنادي الزمالك عن طريق الاستثمار في الارض دي توقف تماما. بل بالعكس، ده المستثمرين كمان اللي دفعوا فلوس قديمه عشان خاطر الاستثمار في الارض دي بعد سحب الارض عايزين فلوسهم. فالخلاصه يا قلب اخوك ان احنا في ازمه ممكن تقفل لنا النادي. طب ايه هي يا سيدي اخبار ارض اكتوبر؟ وهل ارض اكتوبر هترجع ولا لا؟ والله الكلام ده انا قلته لك مره واثنين وثلاثه وهعيده لك تاني دلوقتي. الارض دي يا سيدي عن طريق تحليل انا للموقف اتسحبت لسبب من اتنين ملهمش تالت. اول سبب يا صديقي ان في حد تقيل حط عينه على الارض دي وعايزها، والحكومه ما تقدرش تقول له لا، عشان كده اتسحبت من نادي الزمالك، ولو ده اللي حصل الارض دي مش راجعه تاني. تاني سبب يا سيدي ان الارض دي تكون اتسحبت مننا بفعل فاعل ومش هترجع غير بعد شويه حاجات كده تحصل في النادي هقولها لك دلوقتي. اولها يا قلب اخوك اللي بيحصل دلوقتي هز استقرار النادي، واللعيبه تطالب بمستحقاتها، ولاعيبه تفسخ عقدها، واخوان بزيرة ياخد بعضه ويخلع، وجون ادوارد يزهق ويسيب الجمل بما حمل، ويبتدي نادي الزمالك يرجع يشحت تاني ويتوقف له القيد ويخش في موال ما بعده موال. وقبل ما نجيب ظرافها ب5 دقايق هتيجي الدوله تطبطب عليك وتقول لك ايه ده يا زمالك انت بتغرق؟ لا يا حبيب قلب اخوك، خد الارض بتاعتك اهي، ويطبطبوا عليك ويبقى اسمك الننوس ويبقى اسمك اللي الدوله بتدلعك. يعني من الاخر كده يا قلب اخوك حاجه كده زي ما يجي واحد من ورا منك يكسر على دماغك ازازه، بس سانكس جاد هياخدك يخيطك في المستشفى على حسابه. وعموما السياسه دي موجوده كتير قوي في بلدنا، بس مش عايزين نفسرها عشان ما نتحبسش. وعموما لو السبب التاني هو اللي طلع صح، فاحب اقول لك ان فاضل لنا بس شويه ازمات والارض هترجع لنا تاني. اما بقى عن اداره نادي الزمالك المبجله والكابتن حسين لبيب المختفي عن الساحه تماما، فانا احب اقول لهم والله يا جماعه لو انتم مش قد الشيله محدش اجبركم على شيلتها. مشكور الكابتن نصر اتبرع على نادي الزمالك بحوالي 20 او 25 مليون جنيه، بس دي برضه تعد ديون على نادي الزمالك بتزيد على ديونه القديمه. تاني حاجه، ليه اداره نادي الزمالك وقفت كل حاجه في النادي على حته ارض اكتوبر؟ يعني ليه ارض اكتوبر هي بقت الوريد الوحيد اللي شغال في جسم نادي الزمالك؟ وليه لمجرد سحبها نقترب من اغلاق نادي الزمالك تماما؟ وليه اداره نادي الزمالك ما قدرتش توفر موارد تانية غير ارض اكتوبر؟ ده بخلاف الفلوس اللي تم اهدارها على مدار الموسم اللي فات في الصفقات الكسر زي مشلاك، ده غير عدم بيع زيزو بحوالي 6 مليون دولار. وفي الاخر بيسيبك زيزو بيروح للنادي الاهلي فري، الحاجه اللي احنا بنتعاير بيها لغايه دلوقتي. هتقول لي يا عم ما هي الجماهير هي اللي زامت على اداره النادي وقالت لهم رحيل زيزو خط احمر. احب اقول لك يا صديقي، من امتى النوادي بتدار على راي الجمهور؟ او من الاخر من امتى اداره النادي بتدير من المدرج؟ انت المفروض كاداره نادي الزمالك على وعي ودرايه، وانت اللي في الموقف وانت اللي عارف اكتر من الجمهور. كم من المفترض في ازمه زي بتاعه زيزو دي انت شايف اللاعب مش هيجدد معاك كنت تبيعه، انت اللي عارف الصح فين. اما بقى لو انت ما تعرفش الصح فين فاتمنى انك تسيبها لحد يكون عارف الصح فين. انما الازمه اللي احنا بنمر بيها حاليا زي ما قلت لك في اول الفيديو دي اكبر ازمه مر بيها نادي الزمالك على مدار تاريخه، وممكن تجيب دوره في النادي حرفيا. انت عارف انت عندك كام لاعب في السكواد موجودين حاليا غير الجهاز الفني غير الجهاز المعاون؟ ممكن لو اشتكوك كلهم مره واحده انت عارف الفيفا ممكن تعمل فيك ايه؟ بخلاف ذلك انت هتجيب الفلوس دي كلها منين؟ وزي ما قلت لك لو انت متوقف على حته الارض بتاعت اكتوبر دي فالدوله مش هتديها لك غير لما تنهار تماما، زي ما عملوا قبل كده وحلوا مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور، وقعدوا يجيبوا لك في لجنه في الثانيه في الثالثه، وبعد 6 شهور رجعوا لك تاني مرتضى منصور وقالوا لك معلش كنا بنهزر معاك. وبعد ما قالوا في الاول انه كان عنده مخالفات ماليه، لما جم رجعوه قالوا لك لا الراجل 100 100 وما عندوش اي مخالفات ماليه. واتفاجئنا ان برضه بعدها ب6 شهور وبعد دمار النادي تماما شلك مرتضى منصور وعمل لك انتخابات وجاب لك حسين لبيب. وطبعا الكلام ده كله بعد ما النادي دخل في دوامه ما احناش عارفين اخرها. وجا السيد المبجل وزير الشباب والرياضه الاستاذ اشرف صبحي المتسبب الاول في كل هذه الاقالات وفي الدوامه اللي دخل فيها نادي الزمالك، يجي في الاخر يديك كتف كده عشان يبقى اسمك انت نادي الدوله وانت اللي الناس بتقف جنبك. نفس اللي حصل قبل كده بيحصل تاني دلوقتي. يعني من الاخر كده امسكك ارنك علقه واكسر عظمك عظمايه عظمايه، وفي الاخر اغسل لك وشك واقول لك معلش ويبقى اسمي ودلعك. بس صدقوني الكلام ده ما بقاش ياكل منه جمهور نادي الزمالك اللي بيمثل على الاقل تلت الجمهور المصري.
وليه انا بقول لك بيمثل على الاقل تلت الجمهور المصري؟ انا مش بهددك ولا حاجه، انا بس بحاول اعرفك كم الجماهير اللي في ظهر النادي ده. طب هيجي لي واحد يسالني دلوقتي ايه الحل؟ انا اقول لك يا صديقي ايه الحل؟ حلها يا قلب اخوك ان مجلس ادارتنا المبجل يجيب ظرافها ويحطها في وشهم. يعني ايه يجيب ظرافها ويحطها في وشهم؟ يعني يطلع مجلس الاداره كده يقول لك النادي ما فيهوش فلوس، معناش ندفع فلوس، النادي ما فيهوش اي موارد، احنا بنوقف نشاط نادي الزمالك تماما. وطبعا نادي الزمالك هو نادي مملوك للدوله، وطبيعي وزي ما اتعودنا ان الدوله بتفضل تحط عليك تحط عليك تحط عليك، وفي الاخر لما تيجي تغرق تقوم جايه شداك وتقول لك معلش. انا بقى عايزك تعجل بحته ان هم يشدوك ويقولوا لك معلش. تعجل ازاي؟ تعجل باللي انا قلته لك ده، انك تطلع كده تفضح كل حاجه وتقول كل حاجه بالمفتشر وتقول لهم احنا مضطرين نوقف النشاط داخل نادي الزمالك. ساعتها يا قلب اخوك انت هتشحن جمهور الزمالك اللي بيمثل تلت جمهور الكرة في مصر، وهتضغط على الدولة وغصب عنهم هيتصرفوا. زي ما قلت قبل كده انا مش من محبين مرتضى منصور، ولكن للاسف كل الناس اللي موجودة في منظومة الكرة في مصر ملهاش غير واحد زي مرتضى منصور، وملهمش يتعاملوا غير بالمعاملة اللي كان بيعملها لهم مرتضى منصور. انما سكه جدي حسين لبيب الراجل المحترم ده صدقني والله لا هتاكل ولا هتشرب ولا هتقوم نادي الزمالك من كبوته. وده يا قلب اخوك كان ملخص اللي بيحصل جوه نادي الزمالك دلوقتي، عشان احنا بقالنا فتره بنتكلم في الفنيات وسايبين الجد، قاعدين بنتكلم وبنبحث في تراجع النتائج والاداء الفني الباهت وسايبين السبب الرئيسي في اللي بيحصل لنادي الزمالك نفسه. انا في ماتش المحله وفي ماتش الاهلي وفي ماتش الجونه طلعت قطعت في المدرب وطلعت قطعت في اللعيبه، بس بصراحه لما باجي ابص لها من نظره تانية بحس ان انا ماليش حق ان انا اعمل حاجه زي دي. انا اللعيبه دي بالجهاز الفني ده لو ما راحوش المطوشه عشان يلعبوها اصلا وانسحبوا فهيكون عندهم حق. مين فينا او مين في الدنيا كلها هيشتغل بدون اجر؟ مين هيستحمل يفضل شغال في مكان طول ما هو شغال فيه رواتبه متاخره وليه مستحقات ومشاكل وشكاوى؟ ما هو اللعيبه والجهاز الفني والمدير الفني ده اكل عيشهم. كنا الاول بنيجي على اللعيبه بتاعتنا ونقول لك ده ابن النادي ومش ابن النادي. طب انت دلوقتي السكواد بتاعك عندك فيه كتير قوي لعيبه محترفه، بخلاف المدير الفني البلجيكي، بخلاف جهازه المعاون كله اللي ما فيهوش واحد مصري غير الكابتن حازم امام. طب الناس دي تستحملك ليه؟ يعني ناس سايبه بلادها ومتغربه، وانا عارف يعني ايه كلمه متغربه لان انا راجل مغترب، وسايبه كل ده عشان خاطر اكل عيشها، وسايبه بلدها وجايه تلعب كوره في مصر عشان خاطر الكتمنص. قول لي الناس بقى اللي سايبه بلادها وجايه تلعب كوره عشان خاطر الكتمنص دي تستحملك انت كنادي الزمالك ليه؟ لما المدير الفني بتاعك اللي احنا نازلين فيه سلخ بيعرض على اللعيبه انه يساعدهم ماديا عشان خاطر يتخطوا المرحله اللي هم فيها، اسيب انا بقى كل ده واجيب واكلمه فني واقول له انت قليل وانت فيك وانت عليك؟ ده كتر خير الدنيا اصلا ان هو مستحملني. اما عن الناس اللي بتتكلم عن رحيل المدرب ورحيل يانيك فيريرا، هيرحل ازاي؟ قول لي انت كده انا هفسخ عقده اللي فيه شرط جزائي انه لو مشى ياخد عقده كامل، هديهوله ازاي؟ عقده كامل اللي هو حوالي 300,000 دولار، انت اصلا مش عارف توفر له 50,000 دولار اللي هم مستحقاته المتاخره. فقول لي بقى هتمشيه ازاي وتديله فلوسه ازاي؟ طب فرضنا يا سيدي انك مشيته واديته فلوسه او سبته يشتكي في الفيفا، تفتكر بظروفك الحاليه دي في مدرب محترم هيرضى يجي يشتغل في ظل اللي احنا فيه ده؟ يا راجل ده علاء عبد العال ما يسيبش المحله ويجي يدرب نادي الزمالك في ظل هذه الظروف. فصدقوني يا جماعه قبل ما نتكلم فنيا وقبل ما نتكلم عن اللعب وقبل ما نتكلم عن النتائج، احنا في كارثه كبيره. احنا زي ما بيقول لك كده احنا سايبين الراس وماسكين في الديل. اما بقى عن الناس اللي بتبعت لي على الخاص وعايزه تعمل حملات للتبرع على نادي الزمالك، فانا احب اقول لك انا اول واحد مش هتبرع على نادي الزمالك. انا واحد من الناس شقيان وتعبان وشغال على دراعي، مش هاخد من فلوس بيتي وفلوس عيالي واروح اديها لنادي الزمالك. نادي الزمالك اللي اعضائه بيدفعوا 300 و400 الف جنيه عشان خاطر يشتروا عضويته، انا مش هروح اتبرع له. نادي الزمالك النادي المملوك للدوله، انا مش هروح اتبرع له، الدوله مسؤوله عنه. معلش ما تزعلش مني، كلمه تبرع دي لا تجوز اصلا غير في حاجه هتاخد عليها ثواب. هل تبرعك لنادي كوره هيكون عليه ثواب؟ هل نادي الزمالك ده دار ايتام مثلا عشان انا اروح اتبرع له بفلوسي؟ طب يا سيدي فرضنا ان انا عملت اللي انت عايزه وفتحنا باب تبرعات واتبرعنا كلنا لنادي الزمالك، تفتكر تبرعاتنا دي هتحل المشكله؟ لا يا قلب اخوك والله عمرها ما هتحل المشكله، ولو حلت دلوقتي هتكون مجرد ابره مسكنه للوضع اللي احنا فيه. وكل اللي هيحصل يا قلب اخوك ان الدوله هتكبر دماغها من نادي الزمالك وهتقول لك يا عم ما انت مشجعينك بيتبرعوا لك. لا، الحل الوحيد زي ما قلت لك في نص الفيديو انك تحط الدوله قدام الامر الواقع. تطلع اداره الزمالك تعمل بيان كبير او تعمل مؤتمر تفضح فيه كل حاجه وتقول كل حاجه بالمفتشر وتقول لك احنا مضطرين لوقف النشاط داخل نادي الزمالك،
وده الحل الوحيد لان الناس دي تتحرك وتشوف نادي الزمالك ايه اللي بيحصل فيه. نادي الزمالك يا قلب اخوك اللي هو لو انت نسيت يعني احد اعرق انديه افريقيا واعرق الانديه العربيه، مش انا وانت اللي هنتبرع له ونقومه من الكبوه اللي هو فيها، ده لو تبرعاتنا اصلا كانت تنفع. وشغل تبيع حلقي وبيع لباسي عشان اجدد لساسي دي مش هنكررها تاني، ويا ريتنا حتى وقتها عرفنا نجدد لساسي. نادي الزمالك عشان نمشي في الطريق الصح لازم نادي الزمالك كله يتصلح، لازم نادي الزمالك يكون مؤسسه بتعتمد على نفسها مش بتعتمد على التبرعات. وعلى فكره المشاكل اللي انا بتكلم فيها عن نادي الزمالك دي مش موجوده في نادي الزمالك بس، دي موجوده في كل انديه مصر الجماهيريه عدا نادي واحد. واديك شايف الاسماعيلي بعد ما هبط السنه اللي فاتت، ولكن عشان ربنا بيحبه ان يهبط معاه نادي زي مودرن فيوتشر فيلغوا الهبوط عشان خاطر الفريقين ما يقعوش، ولكن نادي الاسماعيلي بيخش السنه دي كمان عشان يهبط تاني. وكل ده بسبب ايه؟ بسبب وقف قيد، بسبب ازمات ماليه، بسبب عدم استقرار. عندك نادي الاتحاد السكندري نفس الموضوع. حتى النادي المصري ما تتخدعش بس بالثلاث اربع سنين اللي هو مستقر فيهم دول، ده كله راجع بيه الفضل لشويه رجال الاعمال بتوع بورسعيد والاستاذ كامل ابو علي. يعني حتى النادي المصري الاستقرار اللي هو فيه حاليا برضه راجع للتبرعات مش اعتماده على نفسه. ده بخلاف بقى الانديه الجماهيريه اللي ولت وما عادش ليها وجود اصلا، زي غزل المحله اللي بيطلع موسم وينزل اللي وراه، زي اسوان، زي المنصوره. وزي ما بقولها في كل فيديو هرجع واعيدها تاني، لو الدوله مش قادره تدير الانديه دي فاتمنى تطرحوها للاستثمار، تطرحوها للاستثمار عشان تتحقق المنافسه اللي انتوا مش عايزينها، ودايما عايزين الكفه تميل في حته واحده. انما انتوا يا سيدي لو عايزين تكدبوني وانتوا كرة وعايزين بالفعل تحققوا المنافسه بين كل انديه الدوري المصري ويكون عندنا دوري بجد، اطرحوا الانديه الشعبيه للاستثمار. وانا يا عم ليك عليا لو انت عملت كده انا هجيب لك مستثمرين يشيلوا الانديه الشعبيه اللي في مصر كلها، مع انها مش مستاهله. يعني انت النهارده عندك مستثمرين بيستثمروا في زد وفي الاسيوطي وفي غيره، انديه لا ليها تاريخ ولا ليها جمهور ولا ليها اي حاجه، مع ان هم المستثمرين دول افيد لهم انهم يستثمروا في انديه جماهيريه زي الاتحاد والمصري والاسماعيلي والزمالك وحتى الاهلي. بس طبعا ده لو حصل هيتحقق تكافؤ الفرص، الانديه كلها هيبقى معاها فلوس، هتشعل المنافسه اللي زي ما قلت لك انت مش عايزها. ولو وصلت يا قلب اخوك معايا لنهايه الفيديو المنايل بنيله ده، اوعى تنسانا باللايك والسبسكرايب والكومنت الجميل بتاعك، وقول لنا رد على سؤال الحلقه النهارده، الزمالك رايح لفين؟ واشوف وشكوا على خيرة الله، احلى اخوات واحلى متابعين.